تتواصل المسيرة الذهبية لكرة القدم المغربية، حيث نجح منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة في التأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح عقب التعادل في نصف النهائي والذي أقيم الأربعاء في تشيلي. وبالنسبة لموعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب، فمن المقرر أن تقام المباراة النهائية فجر الاثنين المقبل الموافق ل 20 أكتوبر 2025 على الساعة 3 صباحا بتوقيت الإمارات على ملعب سانتياغو الوطني في العاصمة التشيلية سانتياغو. وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية: الساعة 2 صباحا بتوقيت السعودية ومصر، منتصف الليل 12 بتوقيت المغرب. بالنسبة للقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب، فيمكن للجمهور العربي والعالمي متابعة المباراة عبر مجموعة من القنوات والمنصات، أبرزها بي إن سبور وقناة الرياضية المغربية TNT بالبث الأرضي والفضائي، ومنصة فيفا البث المباشر الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويمثل هذا التأهل تتويجا لمسيرة الإنجازات المغربية في السنوات الأخيرة، بعد أن كتب المنتخب الأول التاريخ في مونديال قطر 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي، ثم حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024. ويواصل المنتخب المغربي للشباب هذا الإرث المجيد ليصبح ثاني منتخب عربي في التاريخ يبلغ نهائي البطولة بعد منتخب قطر 1981 والذي خسر أمام ألمانيا الغربية ب4-0 في أستراليا.